ده حرام ده ولا حلال؟ البنزين غلي. البنزين غلي على غفلة، وده مش وقته. ده حرام ده ولا حلال؟ الناس عمالة تصوت في الشوارع. البنزين غلي، وغلي في وقت ملوش عازة ان هو يغلى يعني، وبطريقة مستفزة قوي يعني. والبترول رخص، والدولار رخص، والبنك الدولي ما قال لكم ما تغلوش البنزين، ما انتوا غليتوه. حرام ده ولا حلال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حلال ده ولا حرام؟ اهدى شوية يا عم تامر وشوف الخبراء الاقتصاديين بيقولوا ايه. قبل ما الناس تقعد تقول حسب الله ونعم الوكيل، لازم تفهمهم الخبراء الاقتصاديين حاضر بيقولوا حاضر ايه، وبعد حاضر. كده يرجعوا. هسمع حاضر. ده كلام كل الناس دلوقتي في الشارع، بيزعقوا كده وبيقولوا اللي انا قلته ده. انا كده بقلد الناس اللي هي تسمع يا عم بتعمله دلوقتي تامر حاليا كلام الناس بسبب البنزين الاقتصاديين والكلام قالوا ده. ايه؟ حلو كده. بيقول لك ان السبب في رفع سعر طيب الوقود قول. قول. ان هو التصنيع المحلي قل، ماشي. وصل لحد 50%، والاستيراد بقى ماشي. 50%، بعد ما كان الاستيراد 80%. طيب بعد ما كان نسمع التصنيع كلام الناس 80% والاستيراد الاقتصاديين. 20%. الناس فلازم الاقتصاديين نفهم. قالوا ايه لما سألناهم؟ قالوا ان في 3 حاجات بيتقاس عليهم اسعار المحروقات، البنزين والسولر. اول حاجة سعر برميل النفط. تاني حاجة سعر الصرف اللي هو الدولار. تالت حاجة التصنيع المحلي. التصنيع المحلي هو المشكلة حاليا دلوقتي. يعني سعر الصرف مظبوط وسعر البترول في النازل، لكن التصنيع المحلي اللي هو كان 70 أو 80% النهاردة وصل 50%. يعني احنا بنستورد 50%، فال 50% اللي بنستوردها بيقفوا غاليين علينا بالعملة الصعبة. هو ده اللي بيخلينا نضطر ان احنا نزود اسعار الوقود في مصر. احنا كده سألنا ناس مستشارين او ناس متخصصين في الاقتصاد، وقالوا لنا على الكلام دوت. تمام. فاحنا برضو احنا ورا بلدنا، واحنا بنساند بلدنا في اي شيء بيعملوه، وعاوزين مصر تبقى اعلى حاجة في الدنيا. والناس اللي مش فاهمة احنا بنشرح لها. واحنا جبنا كده من المتخصصين الاقتصاديين، وقالوا ان ال3 حاجات هم اللي بيحكموا الموضوع: سعر الصرف اللي هو الدولار، وسعر البترول اللي هو برميل النفط، والتصنيع المحلي. التصنيع المحلي دوت لو وصل ل100%، يبقى احنا هنضطر ده احنا ننزل السعر كمان بتاع البنزين، مش هنغليه. انما دلوقتي هو تحول من 80% ل 70% ل 50%. اصبحنا بنستورد 50% من المحروقات في مصر، من البنزين والسولر. بنستورد 50%. بدل ما كنا بنستورد 20% بنصنع 80%، اصبحنا بنستورد 50% وبنصنع 50%. اللي 50% بنستوردهم بالعملة الصعبة. هيجي واحد ويسألني هقول لك يا سيدي، بص يا عم، احنا لما بنستورد 50% بنستورده بالعملة الصعبة، فبيقف علينا سعره غالي جدا. بيقف علينا سعره غالي جدا. ازاي؟ ان هو دلوقتي انت بتستورد، بتدفع حق نقل، وبتدفع حق بتاخده بالسعر العالمي اللي هو الرخيص، بس انت بتدفع حق نقل. بقى النقل دلوقتي بقى سعره غلي برضه. سعر النقل النفط ده لما بيجي لك من دولة تاني بعيدة، فانت بتدفع تكلفة النقل، تكلفة سعره العالمي. لكن لما بتصنعه هنا بيقف عليك رخيص، لان انت مش هتنقل ولا هتعمل. انت كمان البترول ملكك، انت مش هتشتريه. انت البترول اللي بتصنعه محلي هو ملكك، مش هتشتريه. دي حاجة، ومش هتدفع تمن نقل، دي حاجة تانية. فاحنا لو وصلنا للتصنيع 100%، يبقى المشكلة اتحلت. لو وصلنا للتصنيع 100%، يبقى المشكلة اتحلت. يبقى كده احنا مش محتاجين ان احنا نزود، بل بالعكس ده احنا ممكن نقلل السعر بتاع البنزين والسولر.
والغاز. الغاز هتقولي الغاز عندك برضه موجود كتير. لا، الغاز برضه بنستورد منه كتير. يعني الغاز زي البنزين بالظبط، بننتج جزء وبنستورد جزء بالعملة الصعبة. فاحنا لما بنستورد الجزء ده اللي بالعملة الصعبة بيقف علينا برضه غالي نقل وتصنيع وسعره. الجزء اللي بيتصنع في مصر بيقف علينا رخيص لان هو ملكنا، وهو احنا بنصنعه هنا، مش بندفع حق تكلفة بندفع تكلفة التصنيع بس والانتاج، ولكن سعره هو بتاعنا ملكنا. والنقل ما بندفعش نقل لان هو جوه بلدنا. برضه بنستورد جزء كبير من الموضوع من بره مصر، من اماكن بعيده، بندفع حق النقل وبندفع حق الثمن العالمي. فبرضه الغاز نفس القصه. وبالتالي سعر الغاز برضه في البيوت هيزيد، اكيد اكيد زاد، لان هو الغاز عموما بتاع السيارات زاد 43%، فالغاز عموما هيزيد 43%، عشان تبقوا عارفين برضه. يعني هو الغاز اللي في البيوت هو الغاز اللي في السياره، هو. فده هيزيد، يبقى ده زاد اوريدي كده، الغاز كله زاد. فاحنا يا جماعه نستحمل، نتحمل مع بلدنا، ونشوف الدنيا فيها ايه، نتحمل مع بلدنا على قد ما نقدر، عشان بلدنا محتاجة مننا وقفة كبيرة دلوقتي. لازم نقف معاها لحد ما توصل لبر الأمان. ما احنا لازم نقف مع بلدنا، مش هينفع بلدنا تبقى محتاجانا وما نقفش معاها. لازم نقف مع بلدنا، لازم نقف مع بلدنا اقتصاديا، سياسيا، لا قدر الله حصل الحروب، احنا برضو مصريين وطنيين واقفين مع بلدنا على الحلوة والمرة. فأرجو إن الناس برضو غصبا عنها معذورة، بس إحنا برضو لازم نقف مع بلدنا أيا كان إيه اللي حصل. ما نديش فرصة للخونة إن هم يقولك بص إحنا قلنا لكم، بص إحنا اتحملوا بقى طالما انتوا اللي سقفتوا وقلتوا تحيا مصر، ورونا بقى شوفوا بقى الحكومة بتعمل فيكم ايه، وشوفوا بتغلي البترول وبتغلي الاسعار ازاي، والبنزين والسولار. الشمتانين دول احنا بنقول لهم برضه هنتحمل، برضه هنقف مع بلدنا، برضه محدش هيقدر يخلينا ضد بلدنا. احنا مع بلدنا في كل شيء، ومع بلدنا في اصعب من كده كمان هنقف مع بلدنا. التوقيت رخم، التوقيت مش مظبوط، التوقيت كان محتاج تفكير شوية، بس في حاجات مخفية احنا ما نعرفهاش. الاقتصاد في حاجات مخفية احنا ما نعرفهاش. ممكن الخطوة دي تكون دلوقتي جت عشان هتسند حاجة معينة في الاقتصاد وهتخليه يعدي مرحلة صعبة. فاحنا برضو يا جماعة، احنا برضو لازم نستحمل ونبقى مع بلدنا، هنبقى مع بلدنا في اي شيء. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا مع بلدنا وهنتحمل ومكملين، مكملين المشوار. احنا مكملين المشوار، احنا مكملين المشوار ومع بلدنا. فما تقلقوش، ان شاء الله خير، وباذن الله الموضوع هيعدي على خير. ومصر هتفضل أبية، مصر هتفضل في نجاح ورقي مدى الحياة بإذن الله. ربنا ذكرها في الإسلام، ربنا ذكرها في القرآن. ادخلوا مصر بإذن الله آمنين. مصر بلد الأمن والأمان، وهتبقى من أكبر الاقتصادات اللي في العالم، تبقى من ضمن أكبر الاقتصادات في العالم، وهتبقى من أقوى الدول في العالم عسكريا واقتصاديا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر 3 مرات، تحيا مصر 3 مرات، تحيا مصر 3 مرات. يلا نغنيها مع بعض. تحيا مصر 3 مرات، تحيا مصر 3 مرات. وخلي الخرفان بقى يموتوا بغيظهم، احنا مع بلدنا، وخلي الخرفان يموتوا بغيظهم. شكرا.